السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبائي طلبة وطالبات الصف الأول الثانوي لغات، أهلا وسهلا بكم معايا النهاردة في قناة المتواضعة مع أولى حلقات سلسلة حل كتاب المعاصر في مادتي الفيزيكس والكيمستري. توكلنا على الله وإن شاء الله نكون مع بعض من النهاردة ولحد ما تخلصوا ثالثة ثانوي بالسلامة. ربنا يكتب لكم التوفيق ويكتب لكم أعلى الدرجات إن شاء الله. أول سؤال عذرا بدأت أحله وأنا مش مشغل التسجيل، فنبدأ من الأول ونشرح تاني كنا بنقول إيه. بسم الله. First, momentum. The product of the mass of a body that is moving in a constant direction and the time rate of a change in its displacement represented that. مبدئيا لما أقول لحضرتك إن أنا معايا time rate لأي حاجة، يبقى time rate of a change لأي حاجة معناها إن الحاجة دي over time. يعني أنا دلوقتي معايا time rate of a change in displacement معناه displacement over time equal velocity. طب لو قلت لك مثلا time rate of a change in velocity يبقى معناه ان velocity over time equal acceleration. يبقى time rate of a change of اي حاجة معناها ان اي حاجة دي هتعملها over time وتشوف تطلع معاك بايه. نرجع بقى للسؤال من اوله. product of mass يبقى كده انا عايز اعمل multiplication للماس مع الفيلوسيتي. mass multiply velocity. الكلام ده كان بيعبر عن مين؟ كان بيعبر عن momentum of the body. Choose number B. A firefighting airplane dropped its load into firing forest when it was flying horizontally at a constant velocity and continued its motion by the same velocity. So the momentum of the airplane after dropping the load would. طيب مبدئيا كده وبالراحة احنا عارفين كويس قوي ان momentum المفروض ان هي equal mass multiply velocity زي ما احنا لسه قايلين في السؤال اللي قبلها. يبقى P equal M by velocity. معنى كده ان المومنتم دايركت مع الماس وفي نفس الوقت دايركت مع الفيلوسيتي. نرجع بقى للكويستشن بتاعنا. اول حاجة هو بيتكلم على فاير فايتنج ايربلين، طياره مكافحه حرائق، طياره بنستخدمها عشان نكافح ايه الحرائق او كده. طيب dropped its load into a firing forest when it was flying horizontally يبقى بدأت تنزل الفورس بتاعتها او الحموله بتاعتها اللي هتطفي بيها الحريقه وهي طايره. ماشي. بعد كده عملت ايه؟ at a constant velocity and continued its motion by the same velocity. يبقى بدأت تكمل طريقها والفيلوسيتي زي ما هي. يبقى معنى ذلك ان الفيلوسيتي كانت constant والتشينج عندي كان مع الماس. طب الماس عندي دايركت مع المومنتوم، يبقى لو قلت ماس decreased معناها ان مومنتوم هي كمان decrease. يبقى choose number B. In the opposite figure, two cars 1 and 2 are moving in a straight road and have the same momentum. So the mass of car 2 equals. مبدئيا هو قال لي معلومة هنا مهمة ان الاثنين have the same momentum. يعني ايه؟ P1 equal P2. طب ما انا من هنا اقدر اقول لحضرتك ان M1 V1 equal M2 V2. تعال نفذ بقى كلامنا مع بعض. اول حاجة first car كانت الماس بتاعتها 2000 multiply 50 يبقى دي كده M1 V1. المفروض ان هي equal M2 اللي انا مش عارفها multiply 20 meter per second. نختصر كده، هات لي 20 مع 20 يتفضل عندك 100 multiply 50 تبقى equal كام؟ يبقى M2 هتكون equal 5000 أو 5 times 10 power 3. Choose number C. A bowling ball of mass 4.6 kilogram is moving at velocity V along a bowling alley. So, at what uniform velocity does golf ball of mass 46 gram move with that it has the same magnitude of momentum as
that of the bowling ball. طيب بالراحة، الراجل ده جايب لي bowling ball وجايب لي الكرة التانية كانت بتاعت ايه؟ كانت جولف بول. البولينج بول الماس بتاعتها 4.6 والفيلوسيتي بتاعتها كانت v، يبقى المومنتم بتاعتها 4.6 v. لما نيجي نتكلم بقى على الجولف بول قال لك المومنتم بتاعتها ايكوال للمومنتم بتاعت مين؟ للمومنتم بتاعت البولينج بول. يبقى هنقول ايكوال الماس بتاعتها 46 جرام. خد بالك ان دي كانت 4.6 كيلو جرام، انما هنا 46 جرام، يعني هعملها ملتبلاي 10 باور نيجاتيف 3. طيب ملتبلاي V2، عايزين نحسب ال V2. يبقى الخلاصة V2 هتبقى ايكوال 4.6 divide 46 times 10 باور نيجاتيف 3 ملتبلاي V. نفذ. هتديني 100 V. 100 V. choose number D. An eagle of mass 10 kilogram flies at velocity of 20 meter per second. If it catches a prey of mass 1 kilogram and then flies with it at the same velocity, the ratio between the momentum of the eagle alone and its momentum with the prey respectively equals. ماشي بالراحة. يبقى أنا دلوقتي عندي الإيجل أو النسر بتاعي نزل، هو الماس بتاعته 10 كيلو جرام، أخد البري أو أخد الفريسة بتاعته اللي هي 1 كيلو جرام وبدأ يطير بنفس الفيلوسيتي. يبقى ما دام نفس الفيلوسيتي أنا مش محتاج دي هنا. انا هقول لحضرتك دلوقتي انت عايز الريشيو بتوين مومنتوم، يبقى نقول P1 over P2. الفيلوسيتي ايكوال، يبقى الكلام على مين؟ على الماس. طب الماس اصلا دايركت، يبقى هتكون ايكوال M1 over M2. يبقى من هنا ورايح ولحد ما تخلص ثالثه ثانوي وعود نفسك على الاتي. P1 او لما تكون دايركت ريليشن يبقى 1 over 2 equal 1 over 2. inverse ريليشن يبقى 1 over 2 equal 2 over 1. حلو الكلام. تعال ننفذ بقى. يبقى P1 over P2 equal M1 over M2. تعال لي هنا بقى، هو عايز P1 over P2. ال M1 كانت الماس بتاعت النسر لوحده اللي هي 10 كيلو جرام. ال P2 او ال M2 هتكون الماس بتاعت النسر ومعاه الحاجة اللي اصطادها او الفريسة بتاعته، فهتبقى كام؟ 11 على 10 بلس 1 تديني 11 كيلو جرام. حلو الكلام. تبقى 10 over 11 تشوز نمبر سي. Number 6. Two objects 1 and 2 of masses m and 2m respectively are moving in a straight line with velocities 2v and v respectively as in the opposite figure. So, which of the following relations is correct concerning the momenta of the two objects? طيب مبدئيا زي ما احنا عارفين مومنتم المفروض ان هي equal mass multiply velocity. فلو انا جيت على object 1 اللي هي P1 هتبقى equal 2v multiply mass. طيب لو جيت على object 2 اللي هي P2 هتيجي حضرتك هتقول لي 2m multiply v على عيني وراسي، بس خد بالك من حاجه صغيره، ان الفيلوسيتي هنا والفيلوسيتي هنا opposite direction. ما ينفعش تيجي تقول لي ان الاثنين عكس بعض وتديهم هما الاثنين نفس الساين، كده نصب حضرتك. المفروض لو انت قلت على دي بوزيتيف يبقى الثانيه نيجاتيف، لو انت قلت على دي نيجاتيف يبقى الثانيه بوزيتيف. انا دلوقتي خلاص اخترت ان الفي دي بوزيتيف، يبقى خد بالك مش فارقه بالنسبه لك مين اللي المفروض تبقى بوزيتيف ومين اللي المفروض تبقى نيجاتيف. انت اللي فارق بالنسبه لك ان المفروض الاثنين ما يبقوش زي بعض. يبقى الخلاصه دلوقتي يبقى هنا كانت 2v ملتبلاي m بقت 2vm. طب وهنا 2m ملتبلاي v اللي هي برضه تقدر تعتبرها 2vm او 2mv، ولكن
هتحط لها نيجاتيف ساين عشان اوبوزيت دايركشن، لان المومنتم المفروض ان هي دايركت، المفروض ان هي ايه؟ فيكتور فيزيكال كوانتيتي. تمام، يبقى في الحاله دي نقدر نقول ان البي 1 الماجنتيود بتاعتها سيم ماجنتيود اوف بي 2 ولكن not equal in direction، يعني opposite direction. فكده يبقى بي 1 equal نيجاتيف بي 2 or نيجاتيف بي 1 equal بوزيتيف بي 2. مش مهم النيجاتيف عند مين، المهم ان الاثنين ما يكونوش نفس الساين. مين بقى اللي تشوز اللي حقق لي الكلام الجميل اللذيذ العجيب الكئيب ده؟ choose number B. In the opposite figure, if body A has mass m, velocity v, and momentum p, while body B has mass m over 2 and momentum 2p, so the velocity of body B is. خلاص، يبقى بهدوء وبكل بساطة أنا عندي دلوقتي البادي A المومنتم بتاعته equal mass multiply velocity، مفيش مشكلة خالص. طيب البادي B المومنتم بتاعته كانت equal 2p، اللي هي المفروض تبقى equal إيه بقى؟ الماس بتاعته مدالي m over 2. يعني لما تلاقي m over 2 حاول تخليها كده ايه؟ half m. اسهل لك، هتبقى اسهل لك في الشغل واسهل لك في الحل. طيب ملتبلاي الفيلوسيتي طبعا ما اقدرش اكتبها v، هي هتبقى v2 على او vb لحد ما اعرف هي بتساوي ايه. تمام، عشان تقدر تجيب ريليشن ما بين التو ايكويشنز في الحالات اللي زي دي، احلى حاجه ممكن تعملها انك تعملهم ديفايد على بعض عشان اللي شبه بعضه تبدأ ايه؟ تختصره. يبقى البي هتروح مع البي والماس هتروح مع الماس، واللي يتفضل عندك هنا قبل الايكوال 1 over 2 هتبقى ايكوال v over half vb. انا بحاول ما ادخلكش في تفاصيل ماس كتير، يعني انا ممكن اقول لك هاف لا مش هدخلك في التفاصيل دي خالص. انا عايزك تاخدها بالهداوه عشان الناس انتوا لسه في سنه اولى، مش عايزين نضغط الامور معاكم او عايزين الامور تبقى ايه؟ ماشيه بسيطه. فانا بحاول اخليك ما تحتاجش للماس على قد ما تقدر. طبعا ما ينفعش فيزيكس من غير ماس، بس على الاقل باقل الامكانيات اللي عندك تقدر تتعامل. تمام؟ طيب في الحاله اللي قدامي ابدا اعمل كروس ملتبليكيشن، بتلاقي هاف في بي ملتبلاي 1 ايكوال 2 في، صح كده؟ يبقى ده في ده ايكوال ده في ده، يعني هاف في بي ايكوال 2 في. عشان احل بقى اعمل ايه؟ شايف الحاجه اللي احنا ضاربينها في ال في بي دي؟ اعمل عليها ديفايد. يعني هتعمل هنا ديفايد هاف، طبعا هيروحوا قصاد بعض، وهتيجي هنا تعمل لي ديفايد هاف. طب يا مستر ما هي ديفايد هاف، طب ما تعملها باي 2 خلاص. يا سيدي والله العظيم انا عارف، بس انا زي ما قلت احنا بنتكلم دلوقتي عشان اللي هو الماس مش جامده معاه قوي يعرف يتعامل. انما عادي انا عارف ان هي هتبقى هاف، اعمل ملتبلاي 2 تخلص من الهاف. بس لا، انا اي رقم موجود عندي مش هزود لك قواعد ولا هتعب دماغك، اي رقم موجود عندي اعمل ديفايد عليه واخلص. يبقى في الحاله دي هقول 2 اوفر الهاف هتديني كام؟ هتديني 4. يبقى معنى كده ان في بي ايكوال 4 في. شكرا. 4 في. تشوز نمبر دي. Question number 8. The graph that represents the relation between the momentum of a body and its velocity is. مبدئيا احنا عارفين كويس قوي ان الريليشن ما بين المومنتم والفيلوسيتي دايركت، والسلوب بتاعها اللي هو الماس بيكون كونستانت. يبقى في الحاله دي انا معايا البي مع الفي دايركت ستريت لاين. تشوز نمبر بي. The opposite graph represents the variation of the displacement of a body that is moving in a straight line versus time. So, at which of the shown points in the graph the body has its maximum momentum. ماشي، من غير كلام كتير maximum momentum يبقى هتكون maximum velocity.
ايه اللي جاب سيره الفيلوسيتي؟ لان ببساطه انت جايب ريليشن ما بين الديسبيسمنت والتايم. ديسبيسمنت وتايم يعني فيلوسيتي، يبقى اللي هيكون عنده سلوب اكبر هيكون عنده فيلوسيتي اكبر، هيكون عنده مومنتم اكبر. تعال ننفذ. طب انا اجيب السلوب الكبير ازاي؟ انا مش هقول لك تحسبه، انا هقول لك عود نفسك دايما. لو قلنا ده اللاين بتاعي، كل ما اللاين يبقى واقف اكتر كل ما السلوب بتاعه يبقى اكبر. ما دمت انا بدور على الاكبر مش محتاج احسب قيمه، يبقى خلاص، يبقى زي ما قلت كل ما اللاين يقف اكتر كل ما السلوب بتاعه يبقى اكبر. طيب كل ما اللاين ينام اكتر كل ما السلوب بتاعه يقل، لحد ما لو ما يبقى زيرو، لما يبقى ايه؟ بارلل للتايم. تمام؟ يبقى تعالى لي هنا عند الاي السلوب بتاعي كبير، عند البي السلوب بتاعي ايكوال زيرو، يعني الفيلوسيتي ايكوال زيرو لان انا بارلل للتايم اهو. عند السي الفيلوسيتي السلوب بتاعي اقل من الاي. تمام؟ يبقى عند السي السلوب بتاعي اقل من الاي لان السي نايم شويه. طيب بالطريقه دي نقدر نقول ان سلوب A هي الاكبر، وبالتالي هتبقى هي دي اللارجست مومنتم عندي لانها اللارجست فيلوسيتي. تشوز نمبر A. طيب متلخبط وعايز تحسبها، توكل على الله. مش هقول لك لا انا مش هقف في طريق سعادتك. طيب يعني المفروض اعمل ايه حضرتك؟ يعني المفروض هنقول دلوقتي ان انا معايا الديسبيسمنت اوفر تايم. الديسبيسمنت هنا معايا 3 يونتس والتايم هنا 1 يونت، يبقى اهو 3 اوفر 1. طيب هنا معاك برضو 3 يونتس وهنا التايم 2 يونتس مربعين اهم، يبقى 3 اوفر 2. اكيد 3 اوفر 1 اكبر من 3 اوفر 2، تبقى choose number A برضو. The opposite graph represents the relation between the displacement D and the time T for a body of mass 4 kilogram which is moving in a straight line. Hence, the magnitude of the momentum of the body through this time interval equals. والله حضرتك لو عايز تحسب الماجنتيود الخاصة بالمومنتم، يبقى أول حاجة حضرتك مطلوب منك تحسب الفيلوسيتي. عشان تحسب الفيلوسيتي يبقى تحسب لي السلوب بتاع الستريت لاين، والسلوب بتاع الستريت لاين برضو مش بعيد. يعني انت هتشوف الديسبيسمنت اوفر تايم، هتختار 2 بوينتس، وليكن هختار ال 2 بوينتس دول. البوينت دي المفروض ان هي هيبقى التايم بتاعها بزيرو والديسبيسمنت بتاعتها ب 8، وهنا هيكون التايم عندي ب 4 والديسبيسمنت بتاعها بزيرو. يبقى حضرتك هنقول displacement over time، يعني هنقول هنا 8 minus 0 over 0 minus 4. وخد بالك من كلامي عشان بس ما نخسرش بعض. انا قلت لك هنا بدأت بال8 وقلت 8 minus 0، يبقى ما تجيش تقول لي 4 minus 0، لا، انت بدأت بال8 يبقى تبدأ بالزيرو، بدأت بالزيرو يبقى تبدأ بالفور، كل واحد يبدأ باخوه. يبقى انت بدأت بال8 وقلت لي 8 minus 0 تبقى equal 8 over 0 minus 4 تبقى نيجاتيف 4، عشان النيجاتيف ده هيفرق معاك في الدايركشن. يبقى 8 over نيجاتيف 4 تديني نيجاتيف 2. طيب نيجاتيف 2 ملتبلاي 4 كيلو جرام يديني نيجاتيف 8، يعني المومنتم بتاعتي المفروض نيجاتيف 8 كيلو جرام تايمز متر بير سكند. ثانية واحدة كده يا مستر، مفيش ولا قيمة عندي بالنيجاتيف، احنا بنعمل ايه؟ لا استنى، عندي بيقول لك ذا ماجنتيود، يعني ما يهموش الدايركشن. طب استنى بقى كده يا مستر، ما دام هو عايز الماجنتيود وما يهموش الدايركشن وحضرتك كده كده هتختارها بوزيتيف 8، وجعت دماغنا ليه بقى بالزيرو والنيجاتيف ونبدا بال8 ولا نبدا بالزيرو؟ لا يا صاحبي، عود نفسك انك تحسبها صح. بعد كده بقى عايز مين؟ عايزها الماجنتيود ولا عايزها بالدايركشن بتاعها؟ عايزها بالنيجاتيف ولا البوزيتيف؟ كفايه دي قصه تانية. انما انك تعود نفسك انك لما تحسب السلوب تحسبه صح عشان تطلع الحاجه صح، وبعد كده شوف طلباته ايه عشان ما نغلطش. تمام؟ يبقى عود نفسك على الصح. اللهم بلغت اللهم فاشهد، ما تستسهلش. الله يبارك لك. انتوا لسه في سنه اولى، عايزين نشد حيلنا كده ايه، ناخد كل حاجه بالتفصيل عشان ربنا يكرم باذن الله وتبقى نتيجتنا كلها ممتازه. واهم حاجه لازم تعرفوها
ان مشوارك ومجهودك في ثانويه عامه بيبدا من اولى ثانوي. اللي بيحل مسائل النهارده على ما يوصل ثالثه ثانوي ان شاء الله هتبقى مسائل الفيزياء بالنسبه له مفيش اسهل من كده. اللي بيذاكر كيمستري النهارده على ما يوصل ثالثه ثانوي هتبقى الكيمستري بالنسبه له مفيش اسهل من كده، وقيس على ذلك في اي ماده بالنسبه لك. تمام؟ Two bodies A and B of masses M and 3M respectively are moving in the same direction with a uniform acceleration. Which of the following graphs represents the relation between the momentum P and velocity V for both bodies؟ مبدئيا وقبل اي حاجة انا عندي دلوقتي object A و object B الماسس بتاعتهم M و 3M. يبقى اكيد السلوب بتاع الاي هيكون اقل من السلوب بتاع البي، لان عاده الريليشن ما بين المومنتوم والفيلوسيتي بيكون السلوب بتاعها الماس، يبقى اللي عنده ماس اكبر هيكون عنده سلوب اكبر. شكرا، اول معلومه كده اخدناها. تاني حاجه المفروض ان الراجل ده بيتحرك with uniform acceleration. والله حضرتك يونيفورم اكسلريشن يبقى معنى ذلك ان الفيلوسيتي بتتغير بشكل منتظم. طب لو كانت ان يونيفورم اكسلريشن انا مالي، المهم ان الفيلوسيتي اصلا بتتغير. في الحاله دي يبقى الريليشن ما بين المومنتوم والفيلوسيتي هتبقى دايركت، وما دام دايركت تبقى ستريت لاين. ستريت لاين يبقى ولا ليا دعوه بسي ولا ليا دعوه بدي. طب كلامي على مين؟ كلام حضرتك هيكون بعد كده على مين بقى؟ على A و B. احنا قلنا مين السلوب بتاعه هيكون اكبر؟ البي. طب احنا قلنا اجيب السلوب الكبير ازاي؟ كل ما يقف اكتر او كل ما يعمل لي انجل اكبر كل ما يبقى السلوب اكبر. طب تعالى لي هنا البي اكبر من الاي تبقى choose number B. At which of the showing points in the opposite figure the tennis ball has the largest momentum؟ largest momentum تبقى largest velocity. طب نفتكر كده بالراحة، هي largest velocity كانت فين؟ كانت كل ما ابقى فوق الارض ولا كل ما ابقى قريب للارض؟ اكيد كل ما اقرب للارض كل ما تبقى الفيلوسيتي اكبر. طب كل ما اقرب للارض تبقى اقرب نقطة مين؟ choose number D. واكبر فيلوسيتي تبقى هي دي اكبر momentum. اهلا بيك. An object of mass 0.5 kilogram begins a free fall motion from the top of a building so that it strikes the ground 4 seconds later. Hence, the momentum of the object at the moment of striking the ground equals. الراجل ده كده بيفكرك بمين؟ بيفكرك بإيكويشن of motion والفري فول اللي هو الشغل بتاع شابتر 1. يا ريت يا جماعه نفضل فاكرين وما ننساوش، الله يبارك لكم. الايكويشن اوف موشن يعني مكمله معاك ان شاء الله طول ما انت في اولى ثانوي، سواء ترم اولاني وترم تاني. هتيجي بعد كده في تانية ثانوي مش هنجيب لك سيرتها خالص، بس هتيجي في الماس ابلايد ماثيماتكس في الترم التاني في تانية ثانوي هنرجع تاخدهم تاني. هم دول اللي انت ليهم علاقه بيك. بعد كده بقى بتوع علم علوم ملناش دعوه بيهم خالص. خلاص خلصنا قفلنا الايكويشن اوف موشن، ونرجع نتكلم فيهم مع مين؟ مع بتوع علم الرياضه هيكملوا بيها في الماس في ثالثه ثانوي. ماشي، نشوف احنا مسألتنا بقى ونسيبنا من الرغي ده. بيقول لك دلوقتي الماس بتاعت 5 كيلو جرام، اللي ناقصني الفيلوسيتي. الاوبجكت وقع ان فري فول من توب بتاع البيلدينج، وصل بعد 4 سكند، يعني التايم بتاعي ايكوال 4 سكند. استفاد من المعلومه دي ازاي؟ بسيطه. يبقى حضرتك عايز الفي فاينل ومعاك التايم، يبقى ايكويشن نمبر 1 في فاينل ايكوال جي تي، طبعا بلس في انيشال اللي هي اصلا بزيرو لان هي فري فول. قلنا في الفري فول دايما الفي انيشال ايكوال زيرو، ومن هنا يبقى في فاينل ايكوال جي اللي هي 10 ملتبلاي تايم اللي هي 4 سكند تبقى ايكوال 40 متر بير سكند. حضرتك مومنتم هتبقى 40 باي 0.5 اللي هي تبقى 20 كيلو جرام متر بير سكند. The opposite figure shows a ball of mass 0.5 kilogram that undergoes a free fall motion towards the ground from a height of 180 centimeter. Hence, the momentum of the ball at the moment of reaching the ground equals. نفس الكلام، انا عايز اعرف المومنتم بتاعتها لحظه ما توصل للارض. هنا
انت بدل ما تديني التايم اديتني الديسبيسمنت او الهايت، يبقى كده هشتغل على ايكويشن نمبر 3. ايكويشن 3 اللي هي كانت بتقول لي في فاينل سكوير ايكوال 2 جي دي بلس في انيشال سكوير. طب هو قال لي ايه، بروجكتد ولا فري فول؟ لا ده فري فول، يعني في انيشال ايكوال 0 ملهاش لازمه عندي. تبقى في فاينل هتكون ايكوال روت 2 ملتبلاي جي اللي هو مديها لي بكام؟ ب 10 ملتبلاي ديسبيسمنت اللي هي 180 متر. لا ده بيقول لي 180 سنتيمتر، والله ظلمناه، اللي هي 1.8 على طول. يعني نعمل ديفايد 100 تدينا 1.8، يبقى روت 2 باي 10 باي 1.8 المفروض تديك 6 على طول. فعلا تبقى 6 متر بير سكند. تعالى لي بقى كده 6 ملتبلاي 0.5 تديك 3 كيلو جرام. تشوز نمبر 8.